في فترة من الفترات أنا ما كنتش بمشي، ووعدت نفسي إني لما أرجع أعرف أمشي تاني عمري ما هكون زعلانة ولا مكتئبة. فتفتكروا أنا وفيت بالوعد ده لنفسي ولا لأ؟ يا مساء الخير في بودكاست لاكي الساعة 7 مع نور كل تلات وخميس وأحيانا الحد. عمرك وعدتي نفسك إنك لو عديتي بمشكلة معينة أو زعل معين أو حتى موقف معين هتبقي أكتر رضا؟ مش هتاخدي حاجات على أعصابك، مش هتاخدي الحاجات for granted مثلا. ده اللي حصل معايا. أنا من فترة وعدت نفسي إن لو قمت من مشكلة معينة هبقى أكتر إيجابية، بس اكتشفت إن في فرق بين إن الواحد يبقى أكثر إيجابية وبين إن هو يفضل كاتم ويفضل يكبت مشاعره عشان يبان أكتر إيجابية، وإن دي حاجة اسمها toxic positivity. في السنين الأخيرة وبالذات من بعد 2020 بدأ حاجة اسمها toxic positivity أو الإيجابية السامة تنتشر بشكل كبير جدا، وبقينا بنسمعه في مقالات وفيديوهات بودكاست وحتى في كلام الناس العادي. بس حد سأل قبل كده يعني ايه اصلا حاجة اسمها ايجابية سامة؟ وازاي الايجابية تبقى سامة؟ الايجابية السامة دي بتحصل لما يبقى مطلوب منك انك تفضلي ايجابية طول الوقت مهما كانت ظروفك او مشاعرك، كأن الحزن او الغضب او الاحباط مشاعر ممنوعة ولازم نستبدلها فورا بأي حاجة ايجابية، اي كلام ايجابي يجي في بالنا. زي لما يكون في حد متضايق جدا فترد عليه لا ما انت محتاج تبص لنص الكوباية المليان، او كله بيحصل لسبب، او ما تفكرش كتير وخليكي ايجابية. الكلام ده ممكن يكون نبتة كويسة وأحيانا بتبقى محتاجينه، لكن ساعات بيخلي الشخص يحس إن مشاعره غير مسموح بيها أصلا، وبتديله حاجة زي تأنيب ضمير كمان إن هو إزاي مش عارف يبقى شخص إيجابي. طيب إيه المشكلة أصلا في التفكير الإيجابي؟ حقيقة مفيش مشكلة في التفكير الإيجابي نفسه، المشكلة لما نبقى متوقعين إن الإيجابية بتلغي أي شعور سلبي. تخيلي إنك عايشة بمبدأ طاقات إيجابية وبس، أنا I have to be positive all the time، وفجأة عرفتي for example إن في حد مات، أو سمعتي عن كارثة حصلت في العالم، أو كارثة حصلت لناس مهمين بالنسبة لك، هل طبيعي ساعتها إن احنا نحس بالسعادة وإن احنا نبقى بنحاول نبقى positive؟ أكيد لأ. في مواقف معينة الحزن طبيعي جدا، الخوف طبيعي جدا، الغضب طبيعي جدا. المشاعر دي مش دليل ضعف، دي دليل إنك ببساطة شديدة إنسانة. واحدة صاحبتي كانت كل ما تشتكي من حاجة تسمع ما تكبريش الموضوع، ما تبقيش دراماتيك، غيرك عنده مشاكل أكبر بكتير، على الأقل عندك شغل، بس انتي لازم تبقي قوية. بعد فترة بطلت أصلا تتكلم عن اللي مضايقها، لأن هي متوقعة الإجابة من قبل حتى ما تتكلم، مش لأنها هي بقت أحسن، لكن هي فعلا حست إن مفيش مساحة لمشاعرها دي. وده ممكن أحد أخطر الحاجات اللي بتبقى بتيجي من الإيجابية السامة دي، إنها بتخلي الناس تخبي مشاعرها بدل ما تتعامل معاها. الإيجابية السامة مش بس بتيجي من ناس حوالينا، أحيانا بنبقى إحنا سبب الإيجابية السامة دي، إحنا اللي بنقولها لنفسيا. أنا لازم أبقى مبسوطة أكتر، أنا ما ينفعش أزعل، أنا لازم أتخطى بسرعة، أنا بضيع وقت في الزعل ده، إحنا مكبرين الموضوع كده ليه؟ فنبدأ نحارب مشاعرنا بدل ما نفهمها، ونحس بالذنب لمجرد إننا زعلانين. بس الحقيقة إن الصحة النفسية دي مش معناها إنك تبقي سعيدة طول الوقت ولا حزينة طول الوقت برضو. الصحة النفسية معناها إنك تقدري تستوعبي كل مشاعرك، سواء فرح سواء حزن سواء خوف سواء راحة سواء قلق، كله جزء طبيعي من التجربة الإنسانية دي. فبدل ما تسألي نفسك إزاي أبطل أحس بالحزن ده، جربي تسألي إزاي أتعامل أحسن أو بطريقة صحية أكتر مع الحزن ده. بدل ما نبقى لازم أبقى كويسة دلوقتي، نقول أنا بمر بفترة صعبة وده مفهوم، لأن أحيانا أكتر حاجة محتاجينها مش إننا نصلح مشاعرنا، لكن إن إحنا نعترف أصلا إن هي موجودة. فلو لقيتي بتقولي لنفسك طول الوقت لازم ومفروض وضروري أبقى إيجابية، خدي بالك إن يمكن المشكلة مش إنك سلبية، يمكن المشكلة إنك مش سامحة لنفسك تكوني إنسانة، سواء بتفرح سواء بتزعل سواء بتقع بتقوم. ده طبيعي جدا، ولو اديتك فرصة دلوقتي تفكري تشتغلي عليها في نفسك وتغيريها، تفتكري هتبقى ايه؟ لو اديتك دلوقتي
فرصة ان انت تكتبي for example في الكومنتس حاجة انت محتاجة تشتغلي عليها، سواء إدراك لمشاعر معينة، سواء جلد ذات مش طبيعي، سواء for example خذلان من الناس ولسه مش عارفة تتعاملي معاه. تفتكري هي ايه اللي ممكن تشتغلي عليه الفترة دي؟